انزل ارزع لايك وعايزكم تستنوني لاخر القصه عشان خاطر عايز اخد رايكم في حاجه. ولا نبدا القصه. انا كريم حفيد عبد الحميد وهكون الراوي بتاع القصه دي. بعد وفاه جدي عبد الحميد اتجمعنا كلنا في القصر القديم بتاع العيله عشان نفتح الوصيه. القصر ده كان مكان طفولتنا وذكرياتنا القديمه الحلوه والمره. كل افراد العيله حاضرين، اولاد جدي اللي هم ابويا يوسف وعمي احمد وعمتي منى، ومعهم طبعا احفاده واللي هم احنا. كلنا قاعدين ومستنيين المحامي يقرا الوصيه. انا كنت قاعد جنب ابويا في الصفوف الاماميه، قلبي كان بيدق بسرعه. يا ترى جدي ساب ايه والمين وليه جمعنا بالشكل ده؟ التوتر والقلق كان مالي المكان. عمي احمد كان بيهز رجله بتوتر، وعمتي منى كانت حاطه ايديها على بعض في صمت بس باين عليها الخوف. اما ابويا فكان باين عليه الهدوء، بس انا عارف ان هو متوتر. حتى احنا الاحفاد كنا حاسين ان اللحظه دي مش لحظه عاديه. المحامي فتح الوصيه وابتدى يقرا. الوصيه في الاول كانت كلام عادي، يعني شويه عن عمر جدي وعن املاكه. لكن فجأة المحامي سكت لثواني وخد نفس عميق وقال: المرحوم حاطط شرط غريب في الوصية. كلنا بصينا لبعض باستغراب. شرط ايه ده اللي يخلي محامي متردد كده؟ المحامي كمل وقال بصوت واضح: المرحوم عبد الحميد اشترط ان محدش فيكم هيورث اي حاجة من تركته الا لو اتكشف سر حصل من 30 سنة. ساعتها القاعة سكتت تماما لثواني، كأننا مش مصدقين اللي سمعناه. بعدين مرة واحدة عمي أحمد انفعل، قام من على الكرسي واتكلم بصوت عالي: ايه الكلام الفارغ ده؟ ايه السر اللي حصل من 30 سنة؟ كان واضح عليه الغضب والقهر، زي ما يكون حاسس ان دي لعبة مش مفهومة. ابويا حاول يهديه وقال له بهدوء: اهدى يا احمد، خلينا نفهم الموضوع. انا شخصيا كنت مصدوم. 30 سنة؟ يعني قبل ما انا اتولد حتى؟ سر ايه اللي حصل من 30 سنة وجدي عايزنا نكشفه دلوقتي؟ وليه ربط الموضوع ده بالورث؟ أسئلة كتير بدأت تلف في دماغي ودماغ كل اللي قاعدين. بصيت حواليا، ولاد عمي وعمتي كلهم كانوا متفاجئين زينا، وصوت الهمهمة بدأ يعلى في القاعة. عمتي كان باين عليها الارتباك وقالت بصوت متوتر: يمكن قصده حاجة حصلت من زمان في الشغل، ولا في فلوس. رد أبويا وهو سرحان: 30 سنة، 30 سنة، ده تقريبا الوقت اللي... وسكت فجأة. كلنا بصينا لأبويا، واضح إنه افتكر حاجة. سألته: بابا، إيه اللي حصل من 30 سنة؟ أبويا رفع راسه وبص لعمتي وعمي، وعينيه كان فيها لمعة حزن. من 30 سنة أمنا توفت. جدتي صفية مرات جدي، اللي هي أم أبويا وعمامي، ماتت من 30 سنة. طبعا كلنا عارفين إنها ماتت زمان، وإحنا عمرنا ما شفناها، بس عمرنا ما فكرنا في تفاصيل موتها قوي. كنا بس نعرف إنها وقعت من بلكونة القصر وماتت في لحظتها، وياما سمعنا إنها كانت حادثة صعبة، بس ولا مرة جدي ولا حد في العيلة اتكلم في الموضوع ده بالتفاصيل. كان دايما الموضوع مقفول. عمتي منى عينيها دمعت بسرعة وقالت: هو هو قصده نعرف ايه اللي حصل لماما؟ احنا عارفين اللي حصل، حادثة وكانت قضاء وقدر. عمي احمد رد عليها بحدة: واضح ان بابا مش شايفها قضاء وقدر يا منى. لو كانت حادثة عادية ما كانش هيعلق توزيع الورث على كشف السر. السؤال دلوقتي: ايه اللي جدي شاكك فيه بخصوص موت جدتي صفية؟ وليه مستني بعد كل السنين دي عشان يكشفه؟ وليه بالطريقة الغريبة دي؟ المحامي خلص قراية الوصية اللي كان مكتوب فيها بشكل واضح إن مفيش حد من الورثة يستلم مليم إلا لما الحقيقة الكاملة وراء وفاة زوجتي صفية سنة 1995 تنكشف. الوصية كمان بتوصي إننا نفضل موجودين في القصر طول فترة البحث، وإن ممنوع حد يبيع أو يغير أي حاجة من أملاك العيلة قبل ما الشرط يتحقق. كأن جدي مرتب كل حاجة عشان يجبرنا نواجه الماضي. المحامي قال لنا إنه مكلف من جدي يتابع تنفيذ الشرط ده، وإن لو حد فينا عرف الحقيقة يبلغ المحامي رسمي، وهو هيشرف على توزيع الميراث بعد كده. وبعدها المحامي مشي، واحنا فضلنا قاعدين في القصر. حسينا اننا في فيلم غموض او رواية. الجو فعلا كان يشبه الروايات. قصر قديم وعيلة متوترة وسر قديم وميراث متوقف على كشف الحقيقة. تفتكروا لو كنتوا مكاننا هتحسوا بإيه؟ خوف ولا حماس انكم تعرفوا السر؟ ابويا يوسف كان ماسك السبحة وبيبص على الارض سرحان في ذكرياته. قربت منه وقلت له بهدوء: بابا، احكي لي ايه اللي تفتكره عن اليوم اللي ماتت فيه تيتا صفية. اخد نفس طويل وقال: الموضوع قديم قوي يا كريم، بس طالما جدك مصر اننا نفتحه يبقى لازم نتكلم. لمنا نفسنا كلنا، الكل كان حاسس انه محتاج يسمع ويشارك. قررنا كعيلة اننا مش هنمشي من القصر غير لما نعرف الحقيقة، مش عشان الفلوس وبس، لكن كمان عشان الراحة النفسية. جدي اكيد عنده سبب خلاه يعمل كده، ولازم نعرفه. وكل واحد فينا
بدأ يشغل دماغه. ايه اللي حصل فعلا يوم وفاة جدتنا؟ ابويا ابتدى يحكي وصوته كان هادي وفي نبرة حزن. قال لنا ان اليوم ده من 30 سنة مستحيل ينساه. كنا كلنا عايشين في القصر وقتها، انا واخواتي احمد ومنى مع ابونا وامنا. انا كنت اكبر واحد وقتها، عندي حوالي 30 سنة. احمد كان 22 سنة تقريبا، ومنى كانت 28. في اليوم ده حصلت مشاكل كتير. سألناه مشاكل ايه؟ كمل ابويا كلامه. انا وقتها كنت عايز اتجوز واحدة كنت بحبها، بس امي ما كانتش موافقة على الجوازة دي. حصلت بيني وبينها مشادة كلامية جامدة الصبح، وزعلت منها وطلعت من القصر ورحت على الشركة بتاعت ابويا عشان اهدي اعصابي. انا هنا استغربت، دي اول مرة اسمع القصة دي. سألت ابويا وايه اللي حصل بعد كده؟ قال رجعت بالليل القصر عشان اتصالح مع امي، لان بصراحة ما اقدرش ازعلها كتير. بس لما رجعت كانت الكارثة حصلت. عمتي منى كانت بتبكي بصوت واطي وقالت انا فاكرة اليوم ده كويس. ماما وقعت من البلكونة وماتت في ساعتها. لقيتها نايمة على الأرض تحت البلكونة والدم حواليها. المشهد ده عمره ما راح من بالي. صوتها اتخنق وما قدرتش تكمل، فجريت عليها بنتها وحضنتها وحاولت تهديها. عمي أحمد كان ساكت طول الوقت، لكن واضح إن الكلام اللي بيتقال موتره. بصينا له وسألناه وانت يا عمي كنت فين لما حصل كده؟ أحمد اتنحنح وقال أنا كنت برا القصر طول اليوم. بصراحة هقول لكم على حاجة أول مرة أقولها، أنا يومها ما كنتش بالظبط برا طول الوقت. رجعت القصر بالليل على غفلة من غير ما حد ياخد باله. نظرات الشك ابتدت تدور في المكان. أبويا استغرب، أنت قلت يومها إنك كنت قاعد عند صحابك طول اليوم وجيت على خبر الوفاة على طول. أحمد رد أيوة، أنا فعلا كنت عند صحابي بالنهار، بس رجعت القصر حوالي الساعة 10 بالليل عشان. وسكت فجأة. سألته عشان إيه يا عمي؟ عمي بان عليه التردد وقال كنت ناسي حاجة مهمة في أوضتي، وجيت أخدها من ورا أبويا وأمي عشان ما يتخانقوش معايا إني خرجت وسايب البيت. عمتي منى مسحت دموعها وقالت بتوتر أنت ما قلتش إنك رجعت يا أحمد؟ رد أحمد بسرعة لأن ماما وقتها كانت خلاص ماتت. أنا أول ما دخلت من باب القصر سمعت صوت صريخ الخدم، ولقيت اللي حصل. خفت أقول إني كنت هناك عشان محدش يفهمني غلط. أحمد كمل بشك بس قبل ما أوصل للقاعة لمحت حد بيجري في الضلمة جوه القصر. حد خرج من باب المطبخ الخلفي. للحظة لمعت عيني، هنا ممكن يكون في دليل. سألته بلهفة مين اللي شفته؟ أحمد هز راسه بالنفي، معرفتش أشوف مين. كانت الضلمة مالية المكان وهو كان سريع. افتكرت يمكن حرامي ولا حاجة، خاصة إن باب الفيلا الخلفي ما كانش بيتقفل كويس وقتها. الجو بقى أكتر توتر. مين الشخص المجهول اللي أحمد شافه بيجري ده؟ حرامي فعلا ولا حد من العيلة؟ أبويا حط إيده على راسه وقال أنا لما رجعت كان كل حاجة خلاص. البوليس جه بعدها وقفلوا القضية على إنها حادثة. قالوا إن أمي يمكن كانت واقفة في البلكونة ورجليها اتزحلقت ووقعت. أبويا عبد الحميد ما كانش وقتها في البيت، كان في مشوار مهم. رفعت حاجبي بدهشة، يعني في اللحظة دي ولا واحد منكم كان موجود مع جدتي؟ عمتي منى قالت أنا كنت في أوضتي. سألتها ما سمعتيش حاجة قبلها يا عمتي؟ صريخ أو خناقة أو أي حاجة؟ عمتي قالت بتوتر لا، أنا فاكرة إني قفلت على نفسي أوضتي وكنت متضايقة شوية. نمت بدري وما صحيتش غير على صوت الخدم والدوشة لما لقي ماما تحت. عمي أحمد قال وانا زي ما قلت لكم دخلت لقيت اللي حصل، ويوسف كان بره البيت. يعني ام صفية في لحظة موتها ما كانش حواليها الا يمكن الخدم او الشخص الغريب اللي انا لمحت خياله. سكتنا كلنا شوية نحاول نجمع التفاصيل دي، كأننا بنركب أحجية. ابويا كان غايب، عمتي كانت نايمة او بتقول كده، عمي شاف طيف حد بيجري، وجدتي ماتت وهي لوحدها. حاجة كده ملهاش تفسير واضح. بس الواضح إن جدي عبد الحميد الله يرحمه ما كانش مصدق إنها حادثة عادية. يمكن كان شاكك إن في حد اتسبب في موتها. بس يا ترى مين كان ممكن يأذي جدتي صفية؟ هل ممكن حد من ولادها يكون زعلها لدرجة الأذية؟ ولا في حد تاني تماما ورا القصة؟ طلعنا كلنا نتمشى في القصر وندور على أي حاجة ممكن تساعدنا نفهم السر ده. يمكن جدي سايب حاجة وراه، رسالة أو ملاحظة مثلا. القصر مليان أوض وغرف مقفولة بقالها سنين. أنا وعمر ابن عمي قلنا نطلع ندور في أوضة جدي عبد الحميد نفسه، احتمال نلاقي أوراق أو مستندات ورا الموضوع ده. يمكن جدي وهو بيكتب الوصية دي كان سايب أدلة ورا السر اللي عايزنا نكشفه. دخلنا أوضة جدي وكانت زي ما هي من يوم ما توفى. سريره زي ما هو ودولابه مقفول، والمكتب عليه شوية أوراق. ابتدينا نقلب في الأوراق بتركيز، لقينا مستندات عادية، عقود أملاك وحسابات، مفيش حاجة ملفتة. بس وأنا بفتح درج من أدراج المكتب
لقيته مقفول، وبعد ما فتحته بصعوبة لمحت ظرف قديم مكتوب عليه بخط ايد جدي من بره صفية. قلبي دق بسرعة. ناديت على عمر: بص يا عمر، في ظرف هنا باسم جدتي صفية. فتحنا الظرف ولقينا جواه ورقة قديمة مكتوب عليها كلام بخط ايد جدي. ابتدينا نقراها سوا بصوت واطي. الرسالة كانت بتاريخ 1995، نفس السنة اللي ماتت فيها جدتي. كان جدي كاتب: صفية حبيبتي، أنا عارف إنك زعلانة ومخبية عني سر كبير. أنا حاسس إن في حاجة غلط ومش عايز أضغط عليكي، بس أنا خايف عليكي وعلى ولادنا. لو في حاجة مضايقاكي أو حد مهددك كلميني، أنا موجود جنبك مهما كان. بحبك، عبد الحميد. خلصت قراية الرسالة وأنا وعمر بنبص لبعض بدهشة. الرسالة دي معناها إن جدي عبد الحميد كان حاسس إن جدتي صفية مخبية حاجة ومضايقاها، أو شكل حد هددها قبل ما تموت. يعني ممكن تكون وفاة جدتي مش حادثة، ممكن كانت نتيجة لسر كانت شايلاه. عمر قال لي: شايف يا كريم، واضح إن تيتا صفية كان عندها سر وجده كان حاسس. هزت راسي: أيوة، والسر ده ممكن يكون سبب موتها. قررنا ننزل نجمع العيلة ونوريهم الرسالة، يمكن ده يفتح كلام جديد أو يساعد في فك اللغز. جمعنا العيلة تاني في الصالون. اديت الرسالة لأبويا وقريتها له بصوت عالي. الكل كان مذهول. عمي أحمد قال: يعني إيه؟ ماما كان عندها سر ومخبياه؟ سر إيه ده؟ عمتي لون وشها اتغير شوية وقالت: ممكن يكون السر ده ملهوش دعوة بموتها. بس صوتها كان مهزوز وهي بتقول كده. أنا لاحظت إن عمتي بقت متوترة جدا من ساعة ما بدأنا ندور في الموضوع ده. طول القعدة وهي ساكتة أو بتعيط أو بتحاول تغير الموضوع. بس ليه؟ أبويا فجأة قام كأنه افتكر حاجة مهمة وقال: استنوا، أنا فاكر إن قبل ما تتوفى أمي بكام يوم كانت متوترة شوية ومتغيرة، وكذا مرة سألتني عن أخبار منى. عمتي منى رفعت راسها بسرعة وبصت لأبويا وقالت له: بتسأل عليا إزاي يعني؟ أبويا رد: يعني كانت دايما تقول لي خلي بالك من منى، وكانت دايما تقول لي إن منى مخبية عنها سر. الكلام ده خلانا كلنا نبص ناحية عمتي منى. عمتي منى بان عليها الارتباك وقالت بسرعة: لا، ده أمي كانت حساسة زيادة عن اللزوم، أنا ما كنتش مخبية عنها سر ولا حاجة. عمي قال لها: أنت متأكدة يا منى؟ يعني أنت ما كانش عندك أسرار مخبيها عن أمي؟ عمتي علت صوتها بانفعال لأول مرة وقالت له: أسرار إيه بس؟ وأنت بتلمح لحاجة يا أحمد؟ أحمد هز راسه بالنفي وقال لها: ده مجرد سؤال، لأن مثلا أنا كمان أمي قبل ما تتوفى حاولت تحكي لي عن حاجة. الجملة دي نزلت علينا كالقنبلة. أبويا سأله بسرعة: تحكي لك حاجة زي إيه؟ عمي قال: كانت متضايقة وقعدت تحكي لي إنها قلقانة على منى، وقالت لي بالنص: أختك منى مش زي ما أنتوا فاكرين، بس ربنا يستر. أنا ما فهمتش قصدها إيه، وعشان كده سألتها: تقصدي إيه يا أمي؟ قالت لي: لا، مفيش أي حاجة، أنت روح نام بس وارتاح وخلي بالك من أختك. كل العيون تاني اتوجهت لعمتي منى اللي دموعها ابتدت تنزل. سألتها بهدوء: عمتي منى، لو عندك أي حاجة مخبيها علينا أو على جدتي لازم تقولي، يمكن ده مفتاح السر. عمتي انفجرت في البكا: مفيش حاجة، انتوا ليه مش مصدقيني؟ في اللحظة دي تيتا خديجة دخلت الصالون بتردد. تيتا خديجة دي مربية قديمة اشتغلت عند العيلة من سنين طويلة، وكانت قريبة من جدتي صفية جدا. هي ست كبيرة في السن دلوقتي وبتزورنا أحيانا، ويصادف إنها كانت جاية تعزي وتطمن بعد وفاة جدي. واضح إنها سمعت جزء من الحديث. قالت خديجة بهدوء: معلش يا ولادي، تسمحوا لي أشارك في الموضوع؟ يمكن عندي حاجة تفيدكم. كلنا رحبنا بيها طبعا. قربت وقعدت على الكنبة وقالت: أنا اشتغلت خدامة ومربية عند المرحومة صفية سنين طويلة، وكنت معاها يوميا في القصر لغاية يوم الحادثة. نظرنا كلنا ركزت معاها. أخيرا ممكن نسمع شهادة حد ممكن يكون كان موجود وقتها. المربية خديجة سرحت بعينيها وهي بتسترجع ذكريات اليوم المشؤوم وقالت: في الليلة دي الست صفية كانت متضايقة أوي. قبل الحادثة بحوالي ساعة طلبت مني أخرج أجيب لها دواء من الصيدلية اللي جنب القصر. أنا استغربت إنها عايزاني أمشي في الوقت ده، وسألتها لو تحب حد تاني يروح. قالت لي: لأ، روحي انت يا خديجة. حسيت كأنها عايزاني أبعد عن البيت في اللحظة دي. سألها أبويا: تقصدي إنها كانت عاوزاكي تخرجي بس؟ خديجة هزت راسها: أيوة، ده إحساسي. المهم رحت الصيدلية ورجعت بسرعة لأني قلقت عليها. لما دخلت من القصر سمعت صوت صراخ عالي. جريت ناحية الصراخ. كان جاي من فوق، من جهة أوضة الست صفية. عمي أحمد قطعها: ده نفس الوقت اللي أنا دخلت فيه تقريبا وسمعت الصريخ. خديجة كملت: طلعت أجري لفوق وقابلتني أنسة منى نازلة على السلالم بسرعة. عيوننا اتوسعت. أنسة منى؟ يعني عمتي منى؟ عمتي منى قالت: أنا؟ أنت شفتيني أنا؟ خديجة أكدت: أيوة يا بنتي، أنت كنت نازلة بتجري ووشك أبيض ومصدومة. حاولت أوقفك وأسألك في إيه،
ما سمعتيش كلامي وكملت جري على بره القصر. عمتي بدأت تترجف وتبكي. أنا مش فاكرة. خديجة قالت. كملت جري على البلكونة. لقيت الست صفية مرمية تحت. زي ما انتوا عارفين كان في صدمة رهيبة علينا كلنا. عمتي منى كانت هناك لحظة وقوع جدتي وكانت بتجري هربانة. أبويا بص لعمتي بذهول. منى، انت ما كنتيش نايمة؟ كنت هناك مع أمي؟ عمتي منى مش قادرة تتكلم من العياط. أخوها أحمد مسك كتفها بحدة. ليه كدبتي علينا كل السنين دي؟ كنت في اوضتك ونايمه ازاي؟ انا حاولت اتمالك اعصابي وقلت بصوت هادي عشان يهدي الجو. عمتي، كلنا اخواتك وولادك، محدش هيأذيكي، بس احكي الحقيقه. ايه اللي حصل فوق في الاوضه مع جدتي صفيه في الليله دي؟ عمتي منى فضلت تبكي كام ثانيه وبعدين اخيرا اتكلمت بصوت متقطع. حاضر، هقول لكم، بس سامحوني. انا شلت السر ده لوحدي 30 سنه وما كنتش قادره ابص في عينيكم. كلنا سكتنا تماما مستنيين كلمة منها. عمتي مسحت دموعها وايديها كانت بتترعش وهي بتتكلم. في الليلة دي كنت فوق في اوضتي زي ما قلت لكم، بس ما كنتش نايمة. كنت متضايقة جدا ودماغي هتنفجر. الحقيقة اني فعلا كنت مخبية سر على امي وعليكم كلكم. انا من 30 سنة كنت حامل. انصدمنا كلنا. عمتي منى كانت حامل؟ ابويا باندهاش. حامل ازاي؟ انت ما كنتش اتجوزتي وقتها؟ عمتي حركت راسها. ايوه، انا كنت حامل من غير جواز. غلطت غلطة عمري لما حبيت واحد وثقت فيه وبعدها سابني. حالة من الصدمة مليت وشوش الجميع. بالمجتمع المحافظ بتاعنا دي كارثة كبيرة خصوصا قبل 30 سنة. عمتي كملت. عرفت اني حامل يومها وكنت مصدومة. خفت اقول لأي حد، بس امي حست اني مش طبيعية. دخلت عليا الأوضة بالليل، لقيتني بعيط ومنهارة واعترفت لها بكل حاجة. عمتي جسمها اتكهرب كأن الذكرى بتوجعها. ماما انهارت عليا طبعا وكانت مصدومة وزعلانة جدا. صوتنا عالي ومسكت ايده وفضلت تقول لي: ازاي تعملي في نفسك كده يا منى؟ انا ربيتك ازاي؟ انا كنت بترجاها تسامحني ووعدتني انها هتلاقي حل. كانت العيلة كلها مذهولة من الكلام ده. عمي احمد همس. ده كان سرك يا منى؟ عمتي منى كملت. ايوه. واللحظة دي باب الأوضة اتفتح وماما لفت تشوف مين. انا سألت: مين كان؟ عمتي ردت: كان اخويا يوسف. كلنا بصينا لابويا بصدمة. ابويا كان هناك كمان؟ ابويا فتح عينيه. انا؟ بس انا ما كنتش في البيت. انا كنت رجعت عشان اعتذر لماما فعلا. منى قالت بسرعة: بس انت سمعت كل حاجة يا يوسف. انا فاكرة نظرة الصدمة على وشك وانت واقف عند الباب. ابويا بان عليه التأثر. انا انا فعلا دخلت ووقفت عند اوضتكم. سمعت صوت صريخكم فوقفت اسمع. ولما فهمت كنت مصدوم. دخلت الأوضة وما قدرتش أنطق. عمتي قالت. ماما أول ما شافتك قالت لي: خلاص خلاص قومي، وخرجتك بره الأوضة بسرعة وقالت لي نطلع للبلكونة تتكلم معايا هناك عشان أنت ما تسمعش باقي الكلام. أبويا أكد. آه، هي سحبتك وخرجت وأنا فضلت واقف متسمر. بعدها بدقيقة سمعت صوت صريخ وسكت أبويا. الدموع ملت عينيه هو كمان. طلعت أجري على صوت الصريخ. لقيت أمي. ما قدرش يكمل. عمتي بصوت يائس. لما خرجنا للبلكونة ماما فضلت تعاتب فيا وأنا انهارت زيادة. حاولت أحضنها وأعتذر بس هي كانت منهارة وزقتني عنها وهي بتعيط. أنا وقعت على الأرض من الزقة وهي رجعت لورا وهي بتزعق. فجأة رجليها اتزحلقت عند حافة البلكونة. حاولت أمد إيدي عشان ألحقها بس وقعت من البلكونة قدام عينيا. الجميع كان مذهول من الحقيقة ومن الصدمة اللي عاشتها عمتي منى وهي شايفة أمها بتموت قدامها. عمتي كانت بتكمل بصعوبة. أنا نزلت أجري على تحت زي المجنونة. شفتها على الأرض. لقيت بابا كان لسه راجع. بابا بصلي وهو عيونه كان فيها مليون سؤال. خوفي كان أكبر مني. هربت من وشهم. جريت على بره القصر. خرجت أجري في الشوارع زي المجنونة مش مصدقة إيه اللي حصل. إني كنت السبب في موت أمي. أبويا هز راسه بحسرة. أنا لما شفت أمي وقعت فضلت أصرخ لحد ما بابا جه. وبعدها بدقايق لقيناك يا أحمد داخل علينا. عمي أحمد كان مذهول. أنا ما كنتش أعرف أي حاجة من الكلام ده، بس أنا فعلا شفت خيال واحدة بتجري وطلعت أنت يا منى. خديجة مربية كانت بتبكي وقالت: أنا ما كنتش متأكدة في الأول إن اللي جريت من قدامي كانت أنسة منى، خصوصا بعد ما قالت إنها نامت بدري. بس أنا قلبي كان حاسس. الحقيقة أخيرا انكشفت. السر الحقيقي كان عند أكتر واحدة محدش كان شاكك فيها. عمتي منى الطيبة الهادية اللي عمرها ما اترفع لها صوت. هي اللي كانت مخبية سر حملها واللي أدى في النهاية لحادثة مأساوية. طبعا احنا كلنا كان جوانا صراع مشاعر رهيب. صدمة من اللي سمعناه
وحزن على جدتنا اللي راحت. عمتي منى انهارت تماما وقعدت تقول: انا اسفة، انا اسفة يا ماما، سامحني يا ابويا، سامحوني كلكم. ابويا يوسف حضنها وهو بيعيط: بس يا منى، بس خلاص، خلاص يا حبيبتي، محدش هيقدر يفهم انت قد ايه كنت خايفة وساعتها كنت لوحدك. عمي احمد مسك ايديها التانية وقال: كان لازم تقولي لنا يا منى، اتحملت لوحدك كتير، كل الاحفاد قربنا منها نواسيها. الموقف كان مؤثر جدا. بعدها تواصلنا مع المحامي عشان يجي ونعرفه ان السر انكشف، وبعد شوية قدرنا نهدي عمتي منى. ابويا قلب حزم، ابويا اكيد كان شاكك او يمكن عرف الحقيقة جزئيا. الوصية دي طريقته عشان يساعدك تتحرري من العذاب ده يا منى، وعشان احنا كلنا نعرف الحقيقة وما يعيشهاش كل واحد لوحده. عمتي منى بصت لفوق وكأنها بتكلم روح جدي: سامحني يا بابا، كان لازم اقولك الحقيقة من زمان. المحامي اتقدم وقال: اعتقد كده الشرط اتحقق والحقيقة اكتملت. كلنا بصينا لبعض واحنا عارفين ان حاليا الورث ملهوش قيمة قد اللي احنا عرفناه، ومع ذلك الوصية اتنفذت وكل اولاد جدي اخدوا الورث بالتساوي. وده معناه ان جدي ما كانش عايز يظلم حد او يعاقب حد، هو بس كان عايز الحقيقة تبان للنور وبس. خلصت القصة. دلوقتي انا عايزكم تقولوا لي حاجة: هو ليه الناس مش بتتفرج على الفيديو للاخر؟ يعني هل القصة وحشة ولا صوتي ما يتسمعش ولا ايه بالظبط؟ عايزكم تقترحوا معايا تحت في التعليقات ايه اللي ناقصني. وبس، خلصت القصة. سيرش لايك العسل وسبسكرايبك الجامد. انا زيوس ويلا سلام.